السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة الكرام، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو الإخوة الكرام جيت نهضر على الزلزال بصفة عامة. الزلزال اللي وقع في تركيا وسوريا. أولا، رحم الله الشهداء اللي ماتوا في هذا الزلزال، والله يشافي اللي باقين. بزاف الناس كيتسائلوا، كيقولوا هذا الزلزال كيفاش كيوقع، وشنو هو السبب اللي كيحدث الزلزال به، وشنو هي المناطق المعرضة اللي وقع فيها هذا الزلزال. انا في هذا الفيديو بغيت نقدم غير واحد الشرح مبسط لكيفيه حدوث هذا الزلزال هذا. قبل ما نعرفوا كيف يحدث هذا الزلزال، خلونا نعرفوا تعريف الزلزال اولا. الزلزال هو عباره عن اهتزاز مفاجئ وسريع للارض. هذا هو التعريف الزلزال. بمعنى كيجي على غفله، ما عليك انت، ما عليك بابك، حتى كتشوف الارض تهزت واللي ربرب واللي طحطح. دابا نعرفوا كيفاش كيوقع هذا الزلزال، شنو السبب اللي كيخلي هذا الزلزال يحدث. اولا قبل ما ندخلوا في التفاصيل كيفاش كيوقع هذا الزلزال، خلينا نعرفوا باطن الارض من ماذا يتكون. لان اذا ما كناش كنعرفوا باطن الارض من ماذا يتكون، صعب علينا نفهموا كيفاش كيوقع الزلزال. باطن الارض يتكون من عده طبقات. يتكون من الطبقه الاولى اللي هي طبقه النواه، وهي اسفل طبقه توجد في باطن الارض، حيث تعرف هذه الطبقة بالغليان الشديد والسخونة الشديدة. ثم تأتي طبقة الرداء. طبقة الرداء وهي طبقة تشكل 80% من حجم باطن الأرض. هذه الطبقة هي أكبر طبقة التي توجد في باطن الأرض. ثم بعدها تأتي طبقة الغلاف الصخري للقشرة الأرضية. ثم بعدها تأتي طبقة القشرة الأرضية. يعني هذه واحد الفكرة مقربة، غير نقربكم الأرض من تحت كيفاش مكونة، غير باش تديو واحد الفكرة ولو واخا تفهموا غير شوية. الأرض من تحت، في باطن الأرض كاين طبقات. ديك الطبقات عندها أسماء. الطبقة السطحية مرة تسمى بالطبقة القشرة الأرضية، اللي عندها كتسمى الغلاف الصخري. هذا الغلاف الصخري هو عبارة عن غلاف يحيط بالكرة الأرضية، من الباطن ديالها يحيط بباطن الكرة الأرضية، هذا الغلاف الصخري. ثم تأتي طبقة الرداء، وهي قلنا أكبر طبقة توجد في باطن الأرض. ثم بعدها طبقة النواة. دابا غنجيو نعرفوا كيفاش كيوقع هذا الزلزال. هاد الطبقات اللي ذكرناهم دابا كاين فيهم صخور، مكونين من صخور وصفائح. هاد طبقة الرداء وهاد طبقة القشرة الأرضية والغلاف الصخري والنواة إلى غير ذلك مكونين من صخور متراكمة فوق بعضها البعض. يعني باطن الأرض فيه الصخور هذا فوق هذا، هذا فوق هذا. ملي كيجي يحدث الزلزال شنو كيوقع؟ كيوقع انكسار على مستوى أحد الصخور الموجودة في باطن الأرض. وهذا الزلزال باش كيوقع نتيجة تكسر مفاجئ لأحد الصخور الموجودة في باطن الأرض، مما ينتج عن هذا الانكسار انزلاق الصخور أو الطبقة الصخرية من فوق بعضها البعض. أن باطن الأرض مكون من طبقات، وهذه الطبقات مكونة من عدة صخور توجد فوق بعضها البعض، متراكمة فوق بعضها البعض. هذه الصخور هذه هي في حالة تماس مع بعضها البعض، يعني هي ملاصقة. ملي كتهرس شي حجرة من تحت شنو كيوقع؟ ملي كتهرس ديك الحجرة كتخلي واحد الخوة كتهبط. ملي كتهبط ديك الصخرة كتهبط هذيك اللي فوق منها، واخرى اللي فوق ديك الصخرة كانت فوق ديك الصخرة كتهبط حتى هي، وهذه كتبقى السلسلة ماشية إلى أن تصل إلى القشرة الأرضية. يعني كتوصل حتى القشرة الأرضية. ملي كتوصل للقشرة الأرضية كتوصل لسطح الأرض. ملي كتوصل لسطح الأرض كيوقع زلزال على الأرض. وباش نعرفوا درجة هذا الزلزال أو السلم هذا الزلزال، هو هذا يقاس. ملي تسمع درجة الزلزال 7 أو 8 أو 5، هذا كيكون بحسب درجة الانكسار الصخور الموجودة في باطن الأرض.
يعني ديك الصخره اللي تهرست في باطن الارض، شوف درجه الانكسار ديالها كيفاش وقعت، واش تهرست بقوه ولا تهرست غير شويه هي منا، ولا تهرست بعنف وطاحت وبقى داك الشيء هابط بالزربه. مثلا ملي كيكون مثلا 7 درجات فما فوق، هذا كيعني ان وقع انكسار عنيف في الصخور الباطنيه في الارض. يعني ملي كيوقع الانكسار عنيف كيهبطوا ديك الصخرات فوق بعضياتهم بواحد الشكل، بواحد الزربه، بواحد الشكل سريع. ملي كيوصل للقشره الارضيه كيوصل داك بشكل سريع، يعني بحال اللي كطيح شي حاجه في الزربه اللي كطيح بالزربه، هذا كينتج عنه زلزال بدرجه كبيره. وهذاك الصخور اللي تهرسوا كيبقاو هابطين 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 الى ان يستقروا في مكانها. تهرست ديك الصخره اللي تهرست في باطن الارض كتبقى هابطه 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 حتى كتستقر في شي بلاصه. ملي كتستقر كيبقاو يستقروا فوق من الاخرين. هذه هي مده الزلزال. كيقول لك الزلزال كان فيه دقيقه ولا كان فيه 30 ثانيه ولا كان فيه لا حساب شحال. يعني هي ديك الصخره فوقاش ما وصلت للموقع الثبات ديالها، هذيك الصخره اللي تهرست، هذه المده ديال الزلزال كتعتمد على داك الصخره، يعني فوقاش غتوصل للمكان اللي غتثبت فيه. هذه هي المده ديال الزلزال. يعني ملي كتوصل للصخره تما لذاك المكان اللي كتثبت فيه في باطن الارض، كيهبطوا فوق من الاخرين حتى هما كيثبتوا، هذا كيثبت فوق هذا. يعني على حسب المده الزمنيه شحال، كاين دقيقه، كاين بعض الساعات 30 ثانيه، كاين بعض الساعات 5 ثواني. على حسب بعض الساعات 5 ثواني ما يكونش شي انكسار عنيف، يكون داكشي غير تشقق. مثلا تشقق كيحدث عنه غير واحد التماس طفيف،